بدر بنون يعتبر بالنسبة للنادي الأهلي في فترة كأس العالم مع المنتخب المغربي الدجاجة المغربية لا تبيض كل يوم ذهبا للأهلي، حيث قررت الفيفا حصول كل نادي مبلغ 10,000 دولار يوميا على لاعبه الذي يشارك في بطولة كأس العالم، وذلك قبل انطلاق البطولة بأسبوعين. وبذلك فقد حصل النادي الأهلي على مبلغ 300 ألف دولار بما يعادل 8 مليون جنيه مصري، إجراء مشاركة بدر بنون مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم. وبعد كل ذلك يعلن الأهلي انتقال بدر بنون رسميا لنادي قطر القطري، ولم نعرف إن كان بناء عن رغبة بدر بنون لظروف خاصة أم رغبة النادي للاستغناء عنه بعد أن شارك مع الأهلي موسمين لعب فيهم 52 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا. حقق بنون 4 بطولات مع الأهلي: السوبر الأفريقي مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية. فهناك عدة تساؤلات: هل النادي الأهلي ظلم بدر بنون بانتقاله لنادي قطر القطري؟ وهل سيعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى أم لا؟ ردا على هذه التساؤلات أن الأهلي لم يظلم بنون، بل كان الرحيل عن القلعة الحمراء برغبته، لأن بدر بنون قد أقر بذلك عبر مداخلة هاتفية، وقال: قد تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق وقلت لهم أنا لاعب أجنبي، ولكني مش هقدر أفيد النادي الفترة المقبلة، ومن الأفضل يستفيد النادي بلاعب أجنبي آخر بدلا مني. ولكن بخصوص عودة بدر بنون لصفوف الأهلي مرة أخرى، قد أقر مصدر داخل لجنة تخطيط الكرة في الأهلي في تصريح خاص للوطن سبورت أن مارسيل كولر قد أشاد بالمغربي بدر بنون مدافع الأهلي السابق ولاعب نادي قطر القطري حاليا، وطلب عودة اللاعب لصفوف الفريق من جديد. وأوضح أن كولر طلب عودة المدافع المغربي أو التعاقد مع لاعب شبيه له في المواصفات من حيث طول القامة والدقة في تمرير الكرات، ومن المقرر أن يقوم مسؤول الأهلي باستطلاع رأي بدر بنون في العودة إلى صفوف القلعة الحمراء من جديد، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين اللاعب ومسؤول النادي.